زي PDF و AI و SVG. طبعا اي حد كده هيتوقع ان الفيكتور جرافيك احسن في كل حاجه. خليني ازيدك من الشعر بيت واقول لك لا، ليه عيوب تخلينا ما نقدرش نستغنى عن الراستر، ومن اهم عيوبه اللي جاي. اولا صعب تطلع بيه صور حقيقيه، هو في النهايه معادلات رياضيه لخطوط ومنحنيات ومش ممكن يرسم الراندومنس اللي في الصور الحقيقيه. ثانيا كل مره بتفتح الفايل بيترسم من الاول مش بيتعرض، وده بيخلي الاداء بتاعه بيختلف من برنامج لبرنامج ومن ملف لملف حسب تعقيده بعكس الصور. طيب بنستخدم ايه امتى؟ الفيكتور حلو قوي في الجرافيك ديزاين، خاصه انه غير مرتبط بريزوليوشن ومش ممكن يبكسل، فبالتالي بتعمل الديزاين مره واحده بس وبعد كده بتطبعه بقى باي مقاس، سواء على ورق شركه او في كارت او في اعلان كبير براحتك. الفيكتور حلو قوي لعمل الديزاينز اللي فيها اشكال ومنحنيات هندسيه وبيبقى دقيق جدا زي ما توقعته. اي حاجه هدخلها على الكمبيوتر بديجيتال كاميرا زي تصوير المنتجات والاعلان لازم تبقى راستر. اخر حاجه الراستر حلو جدا للحصول على ديزاينات بالوان